السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا بقى هنعمل طريقة الفطير المشلتت النهاردة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ويلا معايا على الخطوات. اول حاجة هنبدأ بيها كده، معايا كيلو دقيق ما بيحتاجش اي حاجة خالص غير رشة ملح والمية الدافية معايا. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نعجن في كل الكيلو اللي معانا. بعد كده هنلمها. العجينة ما بتبقاش لينة جامد ولا يدوب ايه ولا ناشفة، يدوب بس بنلم ايدينا كده وخلاص. هي دي العجينة بتاعتي. هبدأ اشكلها معاكم كور زي ما انتوا شايفين كده. كده عملوا معايا 10 كور. هنبدأ بقى نشوف الطريقة معايا، وهنبدأ نشوف الخطوات اللي هنعمل بيها الفطير بتاعنا بأسهل ما يمكن. هنا دلوقتي معانا السمنة. هنا دي سمنة عادية زي ما انتوا عايزين، زبدة، اي حاجة بتستخدموها. انا هنا عملت سمنة وحطيت عليها علبة قشطة. القشطة جميلة جدا في الفطير، وبتطر بتخلي الفطير طري ومورق وجميل جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ ندوبها كويس. وهنبدأ بقى بأول حاجة معاكم، هنبدأ نفرد. الطريقة دي أنا معتمداها على طول، بعمل بيها ومش أول مرة أعمل بيها. وتبقى ناجحة وسهلة جدا وبسيطة. غير بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده هبدأ افرد اول واحدة معاكم. ما تقلقوش خالص من اي قطع في الفطيرة، عادي بيتلم وما بيبانش خالص. هنبدأ في اول واحدة كده زي ما انتوا شايفين. ما تقلقوش خالص من القطع. طريقة سهلة جدا وعاملاها وانا قاعدة، وما فيش ابسط من كده. هنبدأ بقى نلم الفطيرة على بعضها كده زي ما انتوا شايفين. دي اول واحدة معايا، اخدها على جنب. وبعد كده هبدأ بالتانية على حسب ما انت عايزة الفطيرة بتاعتك. انا هنا معايا اول فطيرة عملتها حوالي 6 قطع من الكور اللي انا وريتها لكم ديت. عملت معايا فطيرة كبيرة وهتشوفوا شكلها النهائي. هنا زي ما انتوا شايفين دي واحدة في قلب واحدة. نبدأ نلم العجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده على بعض. ودي تاني كورة كده. هنعتمد الطريقة دي لحد اخر واحدة معانا على حسب ما انتوا عايزين حجمها. الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وما بتس... ما بت... يعني مش صعبة عليكي، ممكن تعمليها في أي وقت. وطريقة مبسطة جدا. هنا ندهن طبعا بين كل رق ورق قشطة وسمنة زي ما أنا عاملاها. وهنبدأ كده نرص زي ما انتوا شايفين كده. عملنا بتاع 4 كور، واحدة في قلب واحدة. الفطير ليه طرق كتير و... والشطرة اللي تعرف تعمله. يعني انا هنا دي الطريقة اللي انا بعتمدها، وهي كويسة معايا ونتيجتها حلوة جدا. ولقيتها سهلة معايا. يعني في كذا طريقة، اللي حابين تعتمدوا دي اعتمدوها يعني. ما شاء الله، حاجة كده تحفة. نبدأ بقى نلم العجينة بتاعتنا طبعا. وكل بين راق وراق بندهن سمنة واللي هي بالقشطة. طبعا هنركنها على جنب. لازم الفطير بتاعنا ياخد نص ساعة يرتاح. طبعا ما بنشكله كور، لازم يرتاح نص ساعة. بتلاقي العجينة مشيت معاكي خالص وبقت جميلة وسهلة في الفرد. وبعد كده برضو واحنا ما بنخلصها خالص قبل ما تخش الفرن برضو بنريحها نص ساعة. ضروري ترتاح نص ساعة عشان خاطر تديكوا الشكل النهائي والطعم اللي انتوا حابينه. دي اول احنا خلصنا كده الاولانية. الفطيرة الأولانية هي هنا الكيلو عمل لي واحدة كبيرة، وعمل لي اللي هو فطير صغير. هوريلكوا برضو طريقة الطاسة. عملته في الطاسة على البوتاجاز من فوق، كان تحفة وجميل جدا. وهتشوفوا برضو شكله. هوريكم الرقات بتاعته عاملة ازاي، وحاجة كده تحفة ما شاء الله. هنبدأ كده نلم العجين بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عجينة فطيرة الطاسة دي بقى عايزين تعملوها رق واحد، عايزاها تعملوها رقين زي ما انتوا حابين. انا عملت كل واحدة 2. يعني الفطير اخدت مني كورتين. هنا زي ما انتوا شايفين ريحنا العجينة. نبدأ طبعا نسويها كده في الصينية بتاعتنا. والقشطة والسمنة طبعا هندهن بيها كده. ما شاء الله القشطة بتدي طراوة للفطير، وبتخليه جميل جدا معايا وهشه جميل جدا. وهتشوفوا هنا طبعا دخلنا
الفطير بتاعنا ضروري يخش على درجة حرارة عالية عشان خاطر ما يبقاش ياخد يعني ياخد وش ويبقى من جوه ني، لا لازم ضروري درجة حرارته تبقى عالية. هنا طبعا بوريكم انا بعملها على الطاسة من فوق. طلعت تحفة ما شاء الله بألف هنا، بس جميلة جدا ورقات وحلوة جدا. طبعا دي عايزة تاكليها بنوتيلا ماشي، بسكر مطحون ماشي، اللي انت حباه بأي طعم تحبيه. عايزة برضو تحشيها من جوه ماشي. انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا عملتها سادة كده واكلناها بالعسل وكانت جميلة ما شاء الله. اول ما تاخد معاكي لون تبدأي بقى تقلبي على الوش التاني. تحفة 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 فعلا. واول مرة اجربها وطلعت نتيجتها جميلة جدا. هنا وريتكم واحدة بس انا عملت 4 فعملتهم دي بس عشان التصوير. ده شكل الفطيرة بتاعتنا بعد ما دخلت الفرن. هنا شكلها بدأت تاخد لون اهو. هنا اول ما تطلع من الفرن ضروري لازم بخة مية عشان خاطر بيبقى وشها ناشف. هنبدأ نغطيها بكيس بلاستيك او اي حاجة هتدينا طراوة جميل. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ نغطيها وربع ساعة بالظبط وهتلاقوا شكلها جميل وطريته بقت جميلة معانا. هنا طبعا شكل الفطير معانا ما شاء الله تحفة زي ما انتوا شايفين كده. دي الكبيرة وده الصغير اللي انا عملته ما شاء الله. الصغير طلع تحفة وناجح جدا، والكبيرة برضو ناجحة جدا ما شاء الله. هنا طبعا النور كان قاطع فانا شغلت الكشاف عشان التصوير. الصغيرة دي رقات رقات ما شاء الله جميلة جدا. بوريكم هنا شكلها جميل جدا وفعلا نتيجتها روعة. دوت طبعا الصغير. الفطير الكبير انا دلوقتي هوريكم برضو معمول رقات رقات ولا معجن ولا اي حاجة خالص. طبعا هنقول لايك يا جماعة للقناة حلوين، يا ريت تدعموني بلايك واشتراك. هنا طبعا انا بوريكم شكل الفطيرة الكبيرة ما شاء الله تحفة ورقات. هنا بقى تاكلوها بسمنة بعسل بأي حاجة انت حباها، بجبنة بأي حاجة انت حباها. هنا مستوي بوريكم شكله مستوي من تحت ومن فوق ومن جوه ما شاء الله. ضروري الفطير يبقى درجة حرارته عالية. وده شكل الفطير معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم.